الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة، بريء يا مرغوم كربلاء. يا ليتنا ثم يا ليتنا نحظى بشفاعتكم سادتي، فنفوز والله فوزا عظيما إن شاء الله. آمين رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في محكم آياته المباركة: بسم الله الرحمن الرحيم. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. نكفر بها عن تلك الخطايا، ونكفر بها عن تلك الكبائر أو الصغائر إن صح التعبير. لذلك يأتي رجل يسأل الإمام الصادق سلام الله عليه، يقول له يقرأ حتى ما نوصل له. الإمام سلام الله عليه أخذ يفصل بهذا الموضوع، قال: أولها، أول هذه الكبائر هي الشرك بالله عز وجل. بالله الحمد لله موحدين وما عندنا شيء، ولا شرك خفي الإنسان يقدم عليه من حيث لا يشعر به. الإمام الرضا سلام الله عليه له مقولة: في يوم من الأيام جاء مر على المأمون العباسي، شاف المأمون يتوضأ للصلاة، ولكن هذا الوضوء اللي يتوضأه المأمون مو مثل وضوءنا بإيده ويشيل الماء، لا، الوضوء واجب، الحج واجب، السفر واجب، مو يعني جواز وقرعة وغيرها، لأنه واجب على الإنسان أن يعمل بها. لذلك كل واجب يكون مقدمته واجب مثله. الإمام قال: لا تشرك بعبادة ربك أحدا. ليش؟ يقول له أنت حي موجود. لذلك قال: لا يجوز أبدا الصلاة، لا يجوز الوضوء، لا يجوز مثلها. كانت أدنى، ولذلك نعم هذا الشرك له مراتب. الشرك في النار بالهشيم، يعني بسرعة يسري، هذا الإبطال، يعني إبطال العباد. أما إنه الله ترفع شأنه، الله غني عن العالم، أنتم الفقراء إلى الله، والله غني عن الله، ما يحتاج واحد، ولكن الإنسان هو الذي يحتاج نعم هذا المولى. لذلك الرياء مبطل للعمل. فينقل أيضا من ضمن الأخبار الواردة بحيث يتصور الإنسان يعني هذه الأعمال لابد أن تعرض على الله عز وجل في يوم من الأيام. الإمام محمد الجواد سلام الله عليه، جواد الأئمة أجل الله، التواريخ مناسب إلى يعني هذا المكان اللي يريد به يعني الصوت وكذا. يقول له: فلربما دخلت واستمعت شيئا. يقول له: أنا استمعت. شو يقول له الإمام سلام الله عليه؟ يقول له: قم واغتسل ثم صلي ركعتين إلى الله بقصد التوبة إلى الله، فما ذلك إذا مت وأنت على هذه الحالة. هذا بس شنو؟ فقط إنه سمع هذا السامع الذي يأتي بصورة. المرات شوف هذا مشكلة هي سبحان الله، هاي موجة عند الشباب يعني، لأن هو مراهق يعني، هذا مرات مراهقة يعني، ولكن شوف إنهم شكل يعني بالسيارة مالته مطلع على الأصوات يعني أغاني، ولكن مرات تشوفه هذا مطلع أغاني بس مو عربية. نجي للدرجة الثانية. الدرجة الثانية إنه اليأس من رحمة الله. هاي من الكبائر. إذا واحد يأس من رحمة الله، مو يا الله، يقول لك أنا ميس، أنا في النار للنار، مو أنا هيك منطق. في يوم من الأيام هذا حميد بن قحطبة، حميد بن قحطبة كان إنه شلون نسميها اليوم إحنا مدير الشرطة، إدارة الشرطة يعني مدير الشرطة لهارون.
نهار ولا دارش. حميد بن طحطبة رجل دخل علي في ذاك اليوم مكان عمله، شاف حميد بن طحطبة يأكل بشهر رمضان وقد زوال الظهر، يقول لما سلمت عليه قال لي تفضل، قلت له عمي وين تفضل؟ مو غير شهر رمضان هذا، شلون تفضل؟ واحنا اللي نعرفها الرخصة فقط انه بالسفر الله عز وجل اعطاه رخصة، وبالمرض ذنبيا، وانا الحمد لله لا مسافر ولا مريض، فشلون اكل بشهر رمضان؟ قال اذا اجلس واحدثك كيف انا افطرت، ليش انا الان ما اصوم؟ يقول احنا ندور على الدين، اذا انت فعلا بالدين تروح هذا الغلام ما وفي داخلها في داخل الدار هناك بئر او شعر كثيف على وجوههم وعلى اجسادهم من كثر المده المسجونين بيها. قال اقطع رؤوسهم كلهم 20 واحد. قلت له شو مسوي ذولا؟ شنو ذنبهم؟ قال لا ذنب لهم الا انهم اولاد علي وفاطمه، بس هذا اقطع رؤوسهم. هكذا يريد الامير، يقول اطلع سيف قطعت رؤوسهم، الرؤوس خليها بالبير، وهاي اكو بير نصف الدار خلصتها 20 واحد. يقول راح فتح الحجره رقم 2 طلع من عندها شويه كبار السن يعني مو شباب، هذا كان الله يحب جماعه قلوب المؤمنين، مو بيت الله الله يحب الحسين سلام الله عليه مرقده، الله يحب الاماكن الله يحبهم، لذلك الانسان يقصدها، يقصد هالاماكن ويطلب من الله عز وجل خلاص. هكذا الامر، الله عز وجل ارحم الراحمين. ربنا يقول يا سريع الرضا، سريع الرضا، الله سريع الرضا، لا تعب روحك. اكو ناس توسل بيها مشاعر وما ترضى، بس الله سريع، يا سريع الرضا، حكايه واحده ولكن بصفاء قلب هيك يا رب العالمين خلاص طيب، الله ما يريد اكثر منها. فلذلك نعم من الامور التي تقال عنها في الروايات انها من كبائر الذنوب هي اليأس من رحمه الله. ان شاء الله ما كل واحد ييأس من رحمه الله، كلنا امل بالله عز وجل ونطمع بهذه الرحمه الالهيه. بعد من ضمن الكبائر يوم كان اسد البيت شوي يخاف من هيبته، بس الام لا. الناس اجمعين من سمع بواحدنا ولم انا شلون اشرب لمن الماء حاش او هالقضايا وكلهم عطاش. ابوي حسين الرمل امسه فراش، ابوي حسين نايم على التربايان. يقول نعم على كل حال وصلت هاي الطفله الى جسد الحسين، شافت الحسين مقطوع راسها، تقول له يا والله يفيق على ولاده وحريمه، ابويا من الوالد قطع راسك بسيف، ابويا من الوالد حشم ضامك واخذ حلف، يا ابويا الجيش سلبنا على كيف، يا ابو الميله راح تشكو الى ابيها حالها والى الصيام تقرع على راسها. التفتت هذه الطفله واذا به شمر ابن ذي الجوشن اخذ يقرعها، اخذ يجرجرها، التفتت الى جسد الحسين، قال له ابويا برضاياك لو غصبا عليك يجرني الشبر من بيدك، انا ادري بحميتك ما تخليك، بس معذور يا القطعه وريدك. على كل حال جاءت اليها الحوراء زينب اخذتها من بين يدي الشمر، ولكن الحوراء زينب رمقت جسد الحسين بهذه الفترة الموجودة، لذلك كأني بحالها تقول له اخويا يا حسين طولت النوم، اخويا يا حسين طولت
شلون